وصفة النهاردة بقى تقدري تقولي عليها وصفة العزايم او وصفة الافراح. وصفة جميلة ولذيذة. عملنا لحمة بقى النهاردة بطريقة جميلة جدا، هتعجبك قوي طعمها وريحتها، مش قادرة اقولك الريحة بس كفاية قلب البيت بمعنى الكلمة. وعملنا معاهم بقى، عملنا مع اللحمة ديت شوية رز بشعرية وعصفور بطريقة حلوة قوي وطعمه جميل جدا جدا. انا واثقه ومتاكده لو عملتيها مره مش هتبطلي ابدا تعمليها من جمالها. تعالوا نشوف عملناهم ازاي. بس في البدايه نصلي على الحبيب. ولو اول مره بتشوفيني انا ايه عبد اللطيف ودي صفحتي، يا ريت تشرفيني بالمتابعه وكومنت حلو قمر زيك يا قمر. ولو بتشوفيني من على اليوتيوب يا ريت تعملي اشتراك في القناه، وكمان ما تنسيش التعليق الحلو مني. اول حاجه عندي بقى حته زبده كده سايحه في الحله، وهنزل عليهم باللحم، هاخدهم تشويحه كده، وهنزل هرمي عليهم بقى فصين حبهان وحبه مستكه وبصلايه وطماطمايه وورقتين لوري، واقلبهم كويس كده عشان ياخدوا تشويحه، عشان اللحمه بقى تتطعم معايا كده والشوربه يبقى طعمها حلو قوي. هقلبهم بقى كويس كده، وبعدين هنزل عليهم بميه مغليه، واغطي اللحمه بتاعتي واسيبها تستوي على نار هاديه. اللحوم لما بتستوي على نار هاديه بتبقى بتديها طعامه وطراوه حلوه قوي. بعد كده بقى عندي شويه زيت هنزل عليهم ببصلايه متقطعه حلقان، هديها تشويحه لحد ما البصله تدبل كده. وبعد كده بقى هجيب 4 طماطمات متقطعين مكعبات واحطهم على البصلايه بتاعتي. وهجيب كمان عندي فلفل الوان، لو ما عندكيش فلفل الوان ممكن تكتفي بفلفل اخضر. وعندي بشرت كمان جزرايه، وكل نزلت بكل الحاجات ديت فوق البصله، وهقلبهم بقى مع بعض وهغطيها لحد ما الخضار ده يدبل ويستوي معايا شويه كده. وهضيف عليهم كمان معلقه من الصلصه او معجون الطماطم. وبعد ما استوى معايا شويه هبتدي انزل عليه بقى بكبشتين من الشوربه بتاعه اللحم. وهنزل عليه بالبهارات. البهارات اللي عندي بقى ملح وفلفل وتوابل لحمه و7 بهارات وعود قرفه ورشه جوز الطيب. واقلب بقى كل المكونات ديت واغطيها واسيبها تستوي براحتها خالص لحد ما تستوي والدهون تفصل كده. وهنا استوت عندي، هشيل بقى كده مغرفتين على جنب، هقول لكم هعمل بيهم ايه دلوقتي. واللحمه استوت اهيت، احطها بقى في اي صينيه او برام او اي حاجه بتخش الفرن، وانزل عليها بالمكونات اللي انا عملتها دي وادخلها الفرن. لو حابه ان هي تاخد غلوتين على البوتاجاز وخلاص، لو انت عايزاها اللحمه تبقى طريه، لو انت عايزاها تاخد وش او محمره تدخليها الفرن. انا عن نفسي هغطيها وادخلها الفرن، وبعدين ابقى اكشفها في الاخر تاخد بس لون. وعلى ما تخرج بقى من الفرن نكون عملنا الرز. عندنا حله فيها شويه زيت وانزل عليهم بكوبايه شعريه واقلبها تقليبه كده. وهنا نزلت بالشعريه قبل العصفور لان الشعريه بتغيب شويه عن العصفور. بعد كده بقى ما بنزل بالعصفور بتنيني اقلب فيهم طبعا وايدي معاهم لحد ما يحمروا. وانا بقلب كده هنزل بعود قرفه وورقتين ورق لوري واقلب وتنيني اقلب بقى لحد ما العصفور والشعريه يحمروا. ولو وصلت بقى معايا لحد هنا صلي على النبي في الكومنتات، وما تنسيش تعملي متابعه للصفحه او اشتراك في القناه لو بتتابعيني على اليوتيوب. هتنيني اقلب بقى لحد ما اوصل للون الذهبي القافل. وهنا بقى هضيف نص المقدار رز، يعني انا حاطه كوبايه شعريه او كوبايه عصفور، هحط نص كوبايه رز. وهضيف بقى مكعب زبده، ما رضيتش احطه في الاول عشان ما ينحرقش معايا في التحمير. وضفت بقى مكعب مرق الدجاج كمان. وجبت المغرفتين اللي انا كنت حايشاهم من خلطه اللحمه، صفيتهم وزودت بيهم الرز، بيديله نكهه وطعم وريحه حلوه قوي. واكمل بقى بشويه شوربه لو عندي، يستحسن شوربه، يعني لو الشوربه مش هتقضي ممكن تكملي بشويه ميه. واغطي بقى لحد ما واغطي الرز لحد ما يبتدي كده يشرب ميته. هوطي عليه شويه واقلبه كل شويه وبعد لحد ما يستوي ويبقى بالشكل ده. عايزه اقولك بقى ان الوصفه ديت لو عندك عزومه او عندك مناسبه تنفعك قوي الوصفه ديت. الرز طعمه حلو قوي واللحمه كمان طعمها حلو قوي، وجربيه وما تنسيش تقولي لي رايك في الكومنتات. ولو بتعجبك بقى وصفاتي ما تنسيش تعملي متابعه واشتراك في القناه. وبقى الف هنا.